البحر بعت لنا هدية. الكلمة دي سمعناها في فيلم إيه قبل كده؟ مش مهم. المهم نتكلم في الهدية اللي بعتها البحر. في صور وفي فيديو متداول ل فنطاز مية كبير، تانك مية، تانك فاضي. المهم ان هو حاجة يعني حديد شكل حلزوني وقع في قلب البحر، والبحر طاردها بره على الشط في سيدي براني اللي موجودة في مدينة مطروح. حلو الكلام. فنيجي نرجع بقى ونقول ايه هو ده. اصحاب الاماكن اللي هناك قالوا ان البحر كل شوية بيطلع حاجات من قلب المية ويطردها بره، ان البحر بينظف نفسه وبالاخص الشط ده. طب ايه السبب؟ السبب هيرجع ل 1940. هنرجع شوية ورا لحد الحرب العالمية، لما جت ايطاليا كانت محتلة ليبيا، وجت قالت إنها عايزة تحتل مصر، تاخد مصر. وبالفعل دخلت السلوم ومطروح، وصل لحد سيدي براني. وفي المنطقة دي عند العلمين يحصل حاجة، إن الإنجليز تواجههم هناك مواجهة شرسة وتهزمهم هناك في العلمين. طبعا الطليان قعدوا مسافة كبيرة أوي في البحر في المنطقة دي، كانوا معسكرين عليها، والمقابر بتاعتهم موجودة هناك، مقابر الألمان ومقابر الإنجليز. فدي حاجة كانت موجودة من أيام الحرب. وكل فترة البحر بيبعت حاجة لبره الشط، وزي ما يكون بتبقى جواها 100 رسالة، وفي قلب رسالة ويبقى جواها كمان تاريخ شاهد عليه المنطقة دي. و... وسكان المنطقة هناك هم اللي يعرفوا الكلام ده. وبالمناسبة هي اتسمت على سيدي براني. كان في راجل صالح يعرف ربنا، كان من ليبيا، وكان مجاهد، عاش في المنطقة دي وسموا المنطقة دي على اسمه. وبالمناسبة هو اللي سلم الراية بعد منه لعمر المختار. فلو أي حد من هناك من المنطقة دي ياريت يتواصل ويحكي لنا عن كل حاجة، ويكتب لنا في الكومنتات ايه تفاصيل الحاجات اللي بتظهر في قلب المياه هناك، وايه تاريخ المنطقة بالظبط. هل فعلا الحاجات اللي بتظهر هناك دي سبب الوجود اللي هو الحرب العالمية التانية من الطليان ومن الإنجليز ومن الألمان، زي ما في ناس بيقولوا ان هما كانوا بيلاقوا جنود على الشط بالليل رايحين جايين بسلاح، ولما بيقربوا عليهم ما بيلاقوش حد. فياريت حد يفسر لنا الكلام ده، وهل الكلام ده بيحصل في المنطقة دي ولا لأ. والصندوق اللي لقوه في المية ده فعلا من أيام الحرب العالمية التالتة، الحرب العالمية التانية، ولا وقع من على مركب ماشية والبحر طرده بره. عايزين استفسار عن الموضوع ده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.